أنا أدعو، نعم أدعو رجال الأعمال، أدعو كل اللي كانوا المشهورين اللي عندهم أموال يتبرعوا للشعب السوري، لكن ما يجي واحد يعطي طفل سوري المال والطفل السوري حاط راسه في الأرض. عيب، عيب إنه نصور. مش أنا والله يعني أنا سعيد بالتبرعات التي تصل للشعب السوري، أنا سعيد بأنه في اليوم الناس تتبرع بالشعب السوري، لكن أنا أيضا حزين لما أشوف طفل سوري منزل راسه في الأرض وهو بيستلم المساعدة. ليه؟ يقول له ارفع راسك أنت سوري، ارفع راسك أنت شامي، ما تخلي المرأة لما تيجي تستلم منك المبلغ وهي حاطة خجلانة. ليه تصوروا الشعب السوري بهذا الذل وبهذا الهوان؟ احنا المحتاجين، احنا المحتاجين. والله لو قدمنا للشعب السوري حر أموالنا، حر أموالنا، نحن مقصرين بالشعب السوري. والله لو أعطينا الشعب السوري دماءنا ومقلنا ونحورنا من أجل الشعب السوري، احنا ما قدمنا للشعب السوري شيء بعد. الشعب السوري عظيم، والشعب السوري سيبقى عظيما إلى يوم القيامة. لا تتمننوا على الشعب السوري، والشعب السوري سيكون له دور كبير في الأمة وفي الوطن العربي. لكن اتركوا مساحة للسوريين، اتركوا مساحة لأهل الشام، حتى تعلموا أن سوريا عظيمة وستبقى عظيمة. البعض اليوم يتعامل مع الشعب السوري أنه الشعب السوري ناقصه فلوس، وأنه اليوم الإهانة وصلت إلى الشعب السوري، إنه والله هذا الشعب السوري والله جعان. الشعب السوري لا، أنت الجعان. إنه الشعب السوري محتاج، أنت المحتاج. إنه الشعب السوري مش لاقي يأكل، لا أنت اللي مش لاقي تأكل. الشعب السوري طوال حياته رافع راسه. الشعب السوري يعني لولا إنه الزمن جار عليه، ولولا إنه الظالمون والدكتاتوريين جاروا عليه، لكانت سوريا اليوم هي القبلة الأولى للسياحة، القبلة الأولى للكرامة وللعزة في الوطن العربي. فأنا أقول كفى ثم كفى ثم كفى إنه نتعامل مع الشعب السوري. والله إنه شعب ينتظر التبرعات. الشعب السوري كريم، والشعب السوري عفيف. نعم هناك فئات تحتاج التبرعات، لكن لا تتعامل مع هؤلاء إنهم شحادين بمدوا إيديهم. لا، الشعب السوري عمره ما مد إيده. الشعب السوري كان يمد إيده عشان يعطي العرب. الشعب السوري أنا قلتها كان يصنع الجبن هو من الذي كان يصدر الجبن للوطن العربي وللعالم؟ السوريين. ولم يعطي العرب للسوريين إلا الجبن والخيانة. فما تتعاملوا مع السوريين إنه والله هذا السوري. واليوم إحنا اليوم أي واحد اليوم في عالم المواقع الاجتماعية بده يشتهر، يتاجر بالغلابة في سوريا. أي واحد اليوم بده يلم لايكات ومعجبين على مواقع التواصل الاجتماعي بيجيب لك سوريا، يتاجر بسوريا، يتاجر بالنازحين، يتاجر بالفقراء. لا يا أخي، لا. أنت حينما تقدم صدقة ولا تقدم مال تقدمه لوجه الله، لكن لا تجعل العالم ينظر إلى الشعب السوري كشعب محتاج. الشعب السوري عظيم، والشعب السوري ستعود له مكانته، والشعب السوري سيعود من المهجر ليبني وطنه عما قريب بإذن الله. فما نتعامل مع الشعب السوري هذا التعامل. عيب أن اليوم والله أنظر إلى المواقع الاجتماعية، صار كل حربنا وكل سجالاتنا اليوم إنه والله مين قدم للشعب السوري ومين ما قدم. لا، الشعب السوري هو اللي بيقدم، ما حد بيقدم له. أنت لما تقدم شيء للشعب السوري هذا واجبك، لأنه الشعب السوري طوال حياته وهو يقدم لك ويقدم لغيرك ويقدم للعالم. فلا تتمننوا على الشعب السوري. أنا أقول اليوم للي بيحاولوا يشتهروا على حساب القضية السورية، لا لا تشتهروا على حساب الغلابة وحساب المهجرين. هؤلاء بيرفعوا رؤوسهم